ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد سعيد عليكم بإذن الله. ربنا يجعل يوم كله خير وهنا وسعادة وبركة، وربنا يحقق لكم في دعواتكم، اللهم امين. وزي ما تعودنا كل فيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا يصبرهم يا رب العالمين وينصرهم نصر عزيز، اللهم امين. ونسيت في الفيديو اللي فات ان انا اعيد على اخواتنا المسيحيين، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم، اللهم امين. فيديو النهارده فيديو روتين كده، وهنعمل مع بعض الغدا. غدا النهارده غدوة غدا شعبي مصري اصيل، كلنا بنحبه، انا بحبه جدا 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 بصراحة. طبعا زي ما كلكم كده شايفين كنت عاملة معاكم كشري، وهتكلم معاكم كده شوية عن الكشري. و وفي بعض الناس بتشوفه ان هو يعني اكلة غالية شوية، عشان بتقعد بقى تشتري من ده ومن ده ومن ده. لا، هو بس يعني هو أكل يعتبر من بواقي الخزين، يعني اللي عندك حبة من ده وحبة من ده، تبص تلاقي نفسك عملتيه. وأنا بعمله بطريقة حلوة جدا وطعمه حلو جدا. ولادي بيحبوه قوي وأنا بعمله لهم في البيت. مش شرط يعني كل ما تعوزي كشري أو تحتاجي تشتري من بره. ممكن مثلا تكوني بتعمليه للولاد بطريقة هما مش حابينها، غيروا وشوفي طريقة تانية يحبوها. ممكن يكون في نوع حاجة كده مثلا انت بتعملي فيها مش حلو، لان انا بعرف ان في ناس بتعمل الكشري ده بكذا طريقة. في اوقات بيعملوه يعني بطرق تانية، ولادهم مش بيحبوه، بيحبوه بالطريقة زي بتاعت بره. فنعمله بالطريقة بتاعت بره افضل، ونشوف ولادنا بيحبوا ايه ونعمله لهم. اول حاجه كده لما باجي اعمل الكشري، هو مش صعب خالص ولا اي حاجه، هو سريع. اول حاجه بحط الحلل كلها اللي انا محتاجاها كده على البوتاجاز، وما بحبش اعمل الكشري اللي هو في حله واحده، او ما جربتوش قبل كده، ما حسيتوش ان هو هيطلع نتيجته حلوه، فما حبيتش بصراحه اغامر. انا عادي مش اشكال لو هعمل هوسخ كام حله كده تاني معايا، بس مش اشكال اعمل اكله ولادي بيحبوها بدل ما اهدر في الاكل وما يعجبهمش يعني. كان عندي كده حبه شعريه، يعني كانوا عندي كده في كيس، كنت مستخدماه يعني منه قبل كده، وكانوا ايه دول فايضين عندي في الكيس. حطيت طبعا حلة كده وحطيت فيها زيت وحطيت الشعرية، وطبعا موطيه لها عشان ما تتحرقش، وحطيت حلة تانية اللي في النص دي وحطيت فيها ملح وزيت عشان خاطر هسلق فيها المكرونة. والحلة اللي هناك دي اللي جنب الحيطة اللي انا بحط فيها مية، دي هغسل العدس ابو جبة كويس جدا جدا جدا، لان في اوقات بيبقى فيه طوب صغير كده او طينة صغيرة كده، فلازم بغسله في مصفى واخلي المية كلها تنزل، يعني الاقي المية اللي بتنزل منه نضيفة وما فيهاش اي حاجة. ابتدي بقى احط ايه في الحلة، والحلة الفاضية دي هعمل فيها الصلصة او التسبيكة يعني. احنا بنحب الكشري ما يكونش فيه صلصة كتير بصراحة، بس بنحب بقى الشطة والدقة والحاجات بقى اللي انتوا عارفينها دي. تمام. هنا حاطه الشعريه وبقلب فيها كده واحده واحده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر ما ياخدش وقت معايا. والعدس ابتدى بقى يغلي، والمكرونه حطيتها خلاص. المكرونه بيبقى عندي كده حبه مكرونه سباكيتي فايضين، بحطهم طبعا ما بيكونوش هيجوا اكله ان هم يكونوا مكرونه سباكيتي، وحبه ايه مكرونه من اللي هي المرمريه الصغيره. دول اللي انا بحب اعملهم، اعمل بيهم الكشري. عايزه تعملي اي نوع تاني مكرونه او بواقي مكرونه عندك تمام وزي الفل. الكشري بيحب الشعرية كتير، كتري الشعرية وقللي الرز. يعني لو عندك حبة رز قليلين عادي ممكن تعملي بيهم برضو كشري، بس ايه زودي في المكرونة مثلا شوية وحبة شعرية. الصلصة الأول كنت بعملها بتومة بطشة يعني كده، وبعد كده بطلت. أنا بحط الزيت وبسخنه قوي، وبعد كده بحط عليه عصير الطماطم وبحط ملح، وبحط التوابل اللي هي 7 بهارات. تمام، بتدي الصلصة طعم حلو قوي قوي قوي. ما بحطش عليها توم. في بعض الناس بيضربوا مع الطماطم في الخلاط يعني توم وبصل، بس انا عملتها مرة وما حبيتهاش يعني، وحسيت ان الصلصة حامية جدا يعني كده على المعدة. تمام. غسلت الرز بقى هنا كده وحطيته زي ما انتوا شايفين، وهحط الملح والمية وخلاص كده. والمكرونة معايا هنا يعتبر خلاص كانت قربت يعني تتسلق خلاص، والعدس كان قرب معايا يستوي، فهو ما بياخدش معايا وقت خالص. وبحط الحلل كده، وزي ما انتوا شايفين بشتغل هنا واشتغل هنا واشتغل هنا. في الاول خالص بكون موطيه النار، والاكل معايا بيطلع زي الفل وتمام، وبيبقى حلو قوي قوي قوي، وبنجز وقت سريع. ما بيبقاش فاضل معايا بقى غير الشطه والدقه، وهعملهم معاكم دلوقتي. تمام.
خلاص بقى كده هاغطّي الرز وهاسيبه يستوي، ومعايا هنا الصلصة تتسبِّك خالص، وما نحبش إحنا الصلصة تبقى كتيرة زي ما قُلت لكم، أنا بس باخلّيها تتسبِّك كده وتبقى تقيلة، باحطها مش باخفّفها بقى بعد كده لأ، باخلّيها تقيلة، لإن لمّا هاحطها على الكشري وهنحط دقة، إحنا بنحب الدقة كتيرة، تمام، فالدقة هتخفّفها، فعشان ما يبقاش إيه، شوربة ومَيّة كتير يعني كده في الكشري. وادي المكرونة اللي معايا هنا سباكيتي ومكرونة من الصغيرة، وزي ما قُلت لِك عندِك أي حبة مكرونة فايضين منِّك اعملي بيهم الكشري. وعايزة أقول لِك على حاجة تانية، أنا لو كنت طابخة قبليها بيوم وكان فايض عندي رز بشعرية نضيف باشيله طبعًا في التلاجة، وباجي تاني يوم باعمل مثلًا حبة كشري ويبقى عندي الرز جاهز، ما باعملش رز تاني، عشان الرز اللي كنت عاملاه في اليوم اللي قبله ما يترميش، باسخّنه وباعمل جنبه مكرونة وعدس وصلصة وبتبقى الأكلة زي الفل. طيب عملت مثلًا مكرونة اسباجيتي بالطماطم، عملت مكرونة قلم، عملت أي مكرونة ولقيت المكرونة معايا كتيرة اللي هي المسلوقة، باشيل الجزء الزيادة اللي أنا لقيته زيادة دوّة باشيله فين، باشيله في التلاجة، وتاني يوم باعمل عليه حبة رز وحبة صلصة وعدس وباعمل كشري عشان المكرونة ما تترميش، فأنا مش بارمي أي حاجة وبافكّر للحاجة صح. باجي هنا للشطة باحب أعملها بالطريقة دي، باخد معلقتين صلصة من اللي اتسبكت أوي وباحطها وباحط عليها معلقتين زيت وباسيبهم كده على النار شوية يسخنوا خالص، وهانزل عليهم بنُص طماطماية أقطعها مكعبات، دي الشطة اللي أنا هاعملها يعني، تمام، هاحط دوّة الطماطماية المكعبات وبعد كده هانزل عليها بمعلقة أو معلقتين شطة زي ما أنا أحب، وخلّي وشِّك بعيد شوية عشان نَفَسِك يعني وكده. أنا طبعًا كنت مشغّلة الشفاط وكده وما كانش جنبي حد من الولاد، فكانت زي الفل وحلوة وما عملتليش يعني أي ريحة، أنا عارفة طبعًا إن هي هتعمل ريحة يعني وكده الشطة، فبعدت وشي شوية، قلّبت كده نُص طماطماية معاهم، وبعد كده هانزل عليهم بالشطة على طول، تقليبة واحدة ولا تقليبتين بالكتير أوي وهاطفي عليها وكده تبقى الشطة معايا اتعملت. الشطة دي بتبقى جميلة جدًا، 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 تمام، أدي الشطة عملتها وخلاص وإيه وهاحطها دلوقتي على جنب. هاجي بقى بعديها أعمل الدقة. الدقة إحنا بنحبها جدًا، 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 فهتلاقوني هاعمل حبة دقة كده كتار بقى ومحترمين بقى كده. خلاص بقى كده هاشيل الشطة وأجيب الدقة. الدقة أنا باعملها في حلة كده صغيرة، بس كانت الحلة دي يعني مش فاضية كان فيها حاجة تانية، فجيت إيه قُلت هاعمل في الكنكة، مش عارفة إيه الغباء اللي فيا ده، إحنا بنحب الدقة كتير، الكنكة دي يعني هتشيل كوبايتين شاي، فمش هيعملوا لنا حاجة يعني. فجيت بقى قُلت إيه، لأ أنا هاشيلها كده وأحط اللبانة، هي اللبانة اللي هتنفع معانا والله في أكلة الكشري إن إحنا بنحب يعني الدقة أوي. فأنا باعمل بقى الدقة إزاي، باحط مَيّة وباحط حبة خل، وباحط طماطماية متقطعة مكعبات، وباحط كده حبة توم، قد معلقة كبيرة كده توم، وممكن تحطي برضه توم لو عندك في الفريزر، وباحط ملح وكمون، يعني بادق التوم بملح، فما باحطش ملح بقى غير لمّا بادوق بقى، تمام، الخل مع الكمون بقى مع التوم مع كل حاجة مع الطماطم دي بتخلّيها طعمها حلو أوي. ومعايا يعني طماطماية مضروبة كده في الكبة هاحطها برضه، وممكن تخلّي حبة طماطم من اللي كنتِ هتعصجيهم أو كنتِ هتحطيهم يعني في التسبيكة وكده، هتسبكيهم مش هتعصجيهم. فأحطهم برضه عليها. الطماطماية بقى اللي بتيجي في بُقِّك كده من الدقة بتبقى حادقة كده وبتبقى جميلة أو مززة كده وبتبقى حلوة أوي، تمام، دي طريقتي في الدقة. لو ما بتعمليهاش اعمليها وجربيها وهتلاقيها حلوة أوي، أوي، أوي. الكمون حطيه مطحون مش حصى، تمام، ممكن تدوقيه مثلًا كده مع التوم والّا حاجة بيبقى طعمه حلو أوي. فالشطة والدقة هنا بيبقوا طعمهم جميل جدًا. هنا الصلصة كانت خلاص قربت كده تتسبك، فكان فاضل لها حبة صغيرين بقى وإيه واطفي عليها. ادي معلقة التومة هاحطها واول كده ما يغلو هاطفي عليها وخلاص كده الدقة خلصت. انا كنت ناوية اعمل كشري اليوم ده عشان خاطر كان عندي عيش ابيض، العيش الابيض ده اللي هو بتاع اخواتنا وحبايبنا بتوع المنصورة. انا من القاهرة، فاحنا مش بناكل العيش ده بصراحة يعني غير بجبنة بس يعني. فانا ايه لما جه وقت ما حماية ما جابه، هو في فرن عندنا بتعمله بس احنا مش بنجيبه يعني غير كل فين وفين، فكان حماية جايبه وبعت لي كده كام رغيف فخدتهم حطيتهم في الفريزر على طول. ما رضيتش بقى اهمل فيهم ولا حاجة لان احنا بنحب العيش ده مع الكشري زي العيش التوست اللي بيكون عند محلات الكشري. فجيت بقى ايه شيلته في الفريزر وبعد كده طلعته. انا كنت ناسياه فبنتي فكرتني فطلعته، المفروض اقصه بمقص بس عشان هو لسه ساقع ومجمد فقصته بايدي احسن يعني قطعته بايدي. حاطه زيت سخن وطيت النار وبعد كده قطعته زي ما انتوا شايفين كده وحطيته. لازم توطي النار لان هو بيحمر بسرعه.
أنا قُلت لكم يعني أنا من القاهرة وكده، فإحنا مش بنجيب العيش ده أوي، بس لمّا بنجيبه بنحب ناكل بيه كشري بس يعني، أو ناكل بيه مثلًا فراخ مشوية وطحينة، كفتة وطحينة كده فاهماني؟ آآ أنا كنت عايشة فترة مع عمي يعني في المنصورة قبل ما اتجوز، فكنت باشوفهم هناك مش بيجيبوا غير العيش دوّة، أو يعني مش بياكلوا غير العيش دوّة يعني. هو حلو بس إحنا مش بناكله يعني أوي يعني وكده، إحنا بنحب العيش البلدي اللي هو في الطابونة أو الفرن العيش أكتر يعني. تمام، هابتدي بقى كده أعلّي النار وبعد كده أقلّبه وابتدي بقى أخرّج الإيه، اللي أحمر واللي استوى وخلاص كده إيه، آمم وخلاص كده بقى إيه، كده كانت يعني العيش بتاعنا بعد ما باطلّعه كده أهو، ممكن تحطيه على ورق أبيض من اللي هو بتاع السندوتشات، بس بصراحة ما كانش عندي، وترشي عليه كده رشة ملح وكمون وتقلبيه بيبقى حلو أوي، أوي، أوي. ولو عايزة تاكليه كده من غير ملح تمام برضه بيبقى حلو يعني، أو برضه مش لازم يعني تحطي له ملح لو مش حابة. تمام، هاعمل برضه كده دور تاني عشان إيه، كنا مستنيين يعني أنا كنت خلاص خلّصت الكشري وافتكرته بقى، فقُلت لأ بقى لازم إيه أروح أعمله كده، ده إحنا شايلين العيش مستنيين لمّا نعمل كشري. في موضوع كده عايزة أكلمكم فيه بس يعني إيه هاكلمه لكم وأنا باغسل البوتاجاز والمواعين. آمم، يعني إيه هاحكيه لكم يعني وقولوا لي إيه رأيكم في الموضوع دوّة. خلّصت العيش كده وهاطلّعه خلاص بقى، وهنحطه بقى كده إيه على الكشري زي ما أنتم شايفين، هو بيبقى أحمر أوي كده، هو أصلًا بيحمر بسرعة. تمام، وهاطلّع بقى كده العيش ونحطه بقى على الكشري بقى وناكل بإيه، بألف هنا وشفا. حاولي دايمًا إن أنتِ تشوفي ولادِك إيه الأكلة اللي مش بيحبوها، أو الأكلة مثلًا بيحبوها بس أنتِ مثلًا بتعمليها بطريقة مش عاجباهم، غيّري لهم فيها ونوّعي لهم فيها، وهاتي الأكل من برّه لو هُم بيحبوه من برّه، هاتيه من برّه ودوقيه وشوفي يعني إيه هو مختلف عن اللي أنتِ بتعمليه. أكيد اللي أنتِ بتعمليه أنضف وأحلى وكل حاجة، بس الولاد بيحبوا طعم برّه أكتر، فأنتِ شوفي الطريقة أو شوفي الطعم كده وحاولي إن أنتِ تعمليه لهم قريب من بتاع برّه. أدي العيش وأدي الكشري زي ما أنتم شايفين، وأدي الدقة وعملت أدي الشطة و ودي الدقة. هاحط بقى دلوقتي شطة، أنا باحب الشطة جدًا، 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 فهتلاقوني دلوقتي بقى هاحط شطة كتير، فما تستغربوش يعني. بس هاحط إيه بقى، عيش الأول ده طبعي أنا. بُصّوا الكشري بيحب الأطباق الstainless، أنا وجوزي حطينا كده في الأطباق الstainless الغويطة دي، والولاد بقى حطيت لهم في الأطباق التانية، عكسناها على طول. أنا وجوزي بناكل في أي أكل، بناكل في الصيني والولاد الصغيرين بنحط لهم في الstainless، المرة دي بقى عكستها بقى. فإيه هاحط بقى كده شطة بقى واحط بالعيش، وهاحط دلوقتي بقى الدقة واكل بقى. بصوا أنا جحت والله العظيم وأنا بعمل مونتاج الفيديو دوت، جحت والله العظيم. أنا الكشري بتاعي الحمد لله ولله الحمد، مش شكر في نفسي ولا أي حاجة، بس بجد بعمله بيكون طعمه جميل جدا. ما بزعلش على الحلل الكتير اللي بوسخها ولا أي حاجة، المهم أعمل حاجة أنا بحبها أنا وولادي، وأحسن ما نروح نجيبها من بره. يعني الغدوة دي ما تكلفناش كتير، بس لو اشتريناها من برّه هتكلفنا كتير. أقل حبّة كشري دوّة صغيّرين ب10 جنيه، البنت الصغيّرة باجيب لها ب10 جنيه كيس كده صغيّر، فما بالكم إحنا بقى الكبار يعني أقل حاجة فينا 20 جنيه. واسمها برضه إيه، أكلة كشري. هنتغدى كده ونقعد شوية، وبعد كده بقى هاقوم إيه، أشوف بقى اللي ورايا. الموضوع اللي حابة أكلمكم فيه إن أنا يعني زي ما أنتم شايفين الروتين بتاعي بيبقى عامل إزاي، روتين محترم، روتين ما باقولش فيه أي حاجة كلام وِحِش، ما باظهرش أي حاجة في نفسي أو في جسمي يعني، أو في أي حاجة. هدومي محترمة وكل حاجة محترمة، فأنا شايفة إن أنا مش باعمل أي حاجة غلط ولا أي حاجة وحشة، ولا أي حاجة يعني حد يستغرب إن أنا باعملها. لإن في من قريب كده واحدة قالت لي يعني: "أنتِ إزاي جوزِك سايبِك تعملي اللي أنتِ بتعمليه؟" إيه هو اللي أنا باعمله؟ الفيديوهات اللي أنتِ بتعمليها. طب مع احترامي يعني للجميع، أنا باعمل إيه، آمم الستات ما بتعملوش في بيتها، أنا باعمل روتين من خلال بيتي، روتين محترم كل الستات بتعمله في بيوتها، ما مش باعمل حاجة زيادة ولا أي حاجة. أنا بس باطلع أتكلم معاكِ، اللي هو بادّيكِ نشاط، حيوية، طاقة، كده أهو باشجعِك، بنتكلم مع بعض، بنفضفض مع بعض، بنتسلى مع بعض، كده أهو. في ناس كتير بتقول لي: "والله أنا استفدت منِّك وشجعتيني وباحب فيديوهاتِك." والحمد لله يعني، وربنا يبارك لهم يا رب ويكبر بخاطرهم. فدي حاجة. تاني حاجة، أنا مش باظهر في القناة، ولو باظهر في القناة أكيد هاظهر بشكل محترم، وأنا يعني جوزي مش مانعني إن أنا أظهر في القناة، أنا اللي مش حابة أظهر في القناة. تمام؟ آآ ف فحتى لو هاظهر في القناة أكيد هاظهر بشكل محترم يعني، مش هاظهر وأنا مش بشكل محترم يعني. من خلال برضه الفيديوهات بتاعتي باقدّم
الفيديو محترم جدًا، باتكلم بكل احترام، باتكلم بكل أدب، ما باقولش أي كلام خارج عن الحدود الفيديو، باتكلم في مواضيع محترمة، مواضيع كويسة تفيد أي حد، باظهر بصورة كويسة، هدومي بتكون محترمة. أنا شايفة إن أنا باقدم المحتوى بتاعي كده، أنا مش شايفة حاجة أكتر من كده، فمش عارفة إزاي يعني هي بتقول لي أنتِ إزاي جوزِك سايبِك آمم تعملي اللي بتعمليه. انا مش شايفه ان انا اي حاجه بعملها وحشه، فيا جماعه اللي شايف اي حاجه وحشه انا بعملها في الفيديو بتاعي بيقول لي وليكوا الثواب بصراحه يعني. لكن انا الحمد لله بقدم شيء محترم وانا واثقه في نفسي ومتاكده من كل حاجه انا بعملها، مش مستنيه حد ما بيحبليش الخير يجي يقول لي انت بتعملي ايه وحش ولا ايه حلو. انا الحمد لله انسانه بالغه عاقله، آه، مسؤوله عن اي حاجه انا بعملها، واثقة في كل حاجة أنا باعملها، متأكدة من كل حاجة أنا باعملها سواء حلوة والّا وحشة، وسواء ترضي ربنا والّا لأ، الحمد لله. فمش مستنية يعني من واحدة تيجي تقول لي كده، وأنا مش شايفة يعني إن أنا باعمل حاجة وحشة. هو أكيد اللي هي بتقوله ده أنا مش هاحلله ولا مش هافسره غير إن هو غيرة، غيرة إن هي مش قادرة تثبت يعني وجودها أو تثبت نفسها، فهي شايفة إن أنا باعمل حاجة وحشة وإزاي جوزي ساكت لي كده. فأنا مش شايفة يعني إن أنا باعمل حاجة وحشة اللي هو بيها جوزي يعني يعترض، لأ الحمد لله جوزي مبسوط باللي أنا باقدمه و وشايفني باقدم حاجة كويسة، فمش معترض. وأكيد لو جوزي معترض أكيد من الأول أنا مش هاقدم فيديوهات، ما أنا مش هاغصب عليه يعني وهاروح أقدّم فيديوهات، لأ هابقى أنا سِت مش محترمة يعني، لو باغصب على جوزي وباقدّم حاجة مش محترمة يعني. ف فالشخصية اللي قالت لي دي أنا عارفاها، شخصية يعني عارفاها وقالت لي في وشي الكلام دوّة، أنتِ إزاي جوزِك سايبِك تعملي اللي بتعمليه؟ فمش هاقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، لإن أنا مش باعمل حاجة وحشة. لمّا الإنسان يكون بيعمل حاجة حلوة وحد ييجي يقول له كده يبقى دي بتكون غيرة، لإني أنا لو باعمل حاجة وحشة كانت جات بمنتهى الأدب كده وكانت قالت لي اللي أنتِ بتعمليه دوّة مش حلو، اعملي بطريقة أحسن كذا وكذا وكذا. لكن هي قالت لي إزاي جوزِك سايبِك بتعملي اللي أنتِ بتعمليه؟ والله العظيم أقسم بالله العظيم الموقف ده حصل بجد. الكلمة دي ضايقتني وخلّتني أراجع نفسي مرّة و2 و3، طب وأبُص في الفيديوهات بتاعتي، طب هو جوزي سايبني باعمل إيه؟ طب إيه الوحش اللي أنا باعمله اللي هو إزاي ساكت لي وسايبني إن أنا أعمل دوّة؟ فبصراحة الكلام ضايقني وقعدت فترة كده ما اشتغلش، وبعد كده رجعت لأ، أنا ما باعملش حاجة غلط، أنا عشان ربنا يحاسبني عليها وأنا لو شايفة نفسي باعمل حاجة غلط، جوزي أكيد هيبقى شايفني باعمل حاجة غلط. لو أنا شايفة نفسي يعني باعمل حاجة صح وأنا باعمل حاجة غلط أصلًا، فهو أكيد كان هيقول لي لأ ده غلط. لكن الحمد لله يعني أنا أول روتين عملته في الشقة قبل ما أنزّله على اليوتيوب كنت مورياه لجوزي، لإن أنا في الأول خالص كنت باعمل في قناتي القديمة فيديوهات كروشيه وأكل بس. فأول فيديو روتين عملته كان بشكل محترم جدًا، صوّرته، منتجته، رُحت ورّيته لجوزي الأول، قُلت له: لو أنت راضي عن الفيديو دوّة أنا هانزّله، لو أنت مش راضي عليه أنا مش هانزّله." شاف الفيديو كلّه وعجبه جدًا وقال لي: "لأ الفيديو محترم، أنتِ مش بتظهري، أنتِ طالعة بتتكلّمي بتفيدي الناس، مش طالعة بتظهري يعني زي ما إحنا بنشوف يعني بعض القنوات السيئة يعني." وكده لأ، أنا شايفة إن أنتِ بتقدّمي الحاجة بشكل محترم، بتفيدي الناس، بتعملي حاجة في بيتِك، بتشجّعي غيرك، فما بتعمليش يعني حاجة وِحشة. فالحمد لله ولله الحمد الواحد فاهم وعارف إيه اللي بيقدّمه، فالحمد لله يا رب أنا ما باقدّمش أي حاجة وِحشة أتحاسب عليها. أنا في بعض الفيديوهات اللي أنتم بتشوفوها أنا باكون لابسة فيها شراب، مش أنا مش منتقبة ولا ولا لبس شرعي يعني ولا الكلام ده، ولا إن أنا يعني عشان كده باطلع بشراب، لأ، أنا بالبس شراب عشان خاطر أنا باظهر المكان بس اللي أنا باصوّر فيه. فأوقات باكون واقفة كده وظاهرة الجزء اللي باكنس فيه كده، فرجليّا بتكون قريبة من الكاميرا. أوقات وأنا باتحرك كده الجلابية بتترفع شوية، مش أوي يعني، فلازم باكون لابسة شراب أفضل لي وأحسن، إن أنا شايفة إن ده أحسن يعني. لإن الأوقات لمّا باكون لابسة يعني مش شراب يعني أي شيبسي بيبقى يعني في رجلي كده والّا حاجة بيبقى مبيّن رجلي أوي يعني وكده. ف لولا لا ألبس شبشب وشه عريض، يا إما بالبس شراب. فأنا شايفاش إن أنا يعني أنا مش شايفة إن أنا باعمل أي حاجة وحشة يعني تضر أي حد ولا بتأذي أي حد يعني. فبجد الكلمة دي آمم مأثّرة عليَّ جدًا، 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 جدًا.
في إن هو إزاي ما حدش يحب لِك الخير، فبجد أنا شُفت الكلمة دي إن بجد ما حدش بيحب لي الخير يعني. طب أنا في حاجات كتير تانية باعملها حلو، ما قُلتليش ليه لأ ده حلو، اشمعنى جيتِ عند الحتة عند الفيديوهات والفيديوهات بتاعتي يعني عشان بقيت باعمل فيديوهات حلوة الحمد لله. أنا شايفة يعني من وجهة نظري أو من وجهة نظر الناس اللي بتقول لي لأ أنتِ بتعملي يعني فيديوهات حلوة وكده، فأنتِ تيجي بدل ما تقولي لي فيديوهاتِك حلوة جاية تقولي لي أنتِ إزاي جوزِك سايبِك تعملي اللي بتعمليه. فالحمد لله يعني الواحد واثق من نفسه، مش مستني كلمة منِّك أو من غيرِك إني تقولي لي كلمة زي دي. الواحد يبُص على نفسه ويشوف أنتِ بتعملي إيه. لو أنا باطلع بفيديوهات أنا باطلع بشكل محترم، فبُصي على نفسِك وشوفي أنتِ بتعملي إيه، لإن أنا عارفة أنتِ بتعملي إيه أصلًا. وبلاش نتكلم يعني في أدخل بقى في مواضيع بقى وكده، في حاجات وحشة أنتِ تانية بتعمليها بقى وشغل ومش شغل وحاجات تانية بتتعمل، لإن كل واحد أدرى بمصلحته وكل واحد عارف هو بيعمل إيه. تمام، فمش هاقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل شيء أنا باقدّمه، والحمد لله على محتوايا، والحمد لله أنا راضية عن نفسي، الحمد لله، الحمد لله. فيا بنات قولوا لي لو في أي حاجة في الفيديوهات بتاعتي، قولوا لي يمكن أنا عندي ثقة كبيرة في نفسي ومش شايفاها ولا حاجة يعني. ف... فالحمد لله يعني على كل شيء. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، فيديو روتين بسيط زي أي ست مصرية، زي أي زوجة وأم بتحب بيتها، بتحب تعمل لولادها كل حاجة، ما تحرمهمش من أي حاجة، وبتعرف ازاي تمشي بيتها بما يرضي الله، وتوفر وتعمل كل حاجة لولادها، ومشي بيتها بما يرضي الله. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناة. خلاص قربت أخلص الشرط الأولاني، ساعدوني بالله عليكم بإن أنا أخلص الشرط الأولاني، وربنا يعيني يا رب في الشرط التاني. اللهم امين، ويسهل الحال كده بان انا اخلص الشرط التاني وابتدي بقى كده القناه تتفعل وكده، لان يعني بقالي سنه يعتبر بشتغل اهو. انا عارفه ان انا بقصر كتير في القناه، بس غصب عني والله العظيم. فاتمنى فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسونوش باللايك والاشتراك زي ما قلت لكم، وما تنسونوش بدعوه حلوه، وزي ما بدعي لكم دايما ربنا يسعدكم ويرزقكم يا رب العالمين خير الدنيا والاخره، وربنا يرضى عنكم يا رب العالمين دايما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.